فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. بل يقول الله سبحانه وتعالى رزقكم في السماء وما توعدون، مع أن هذه الجملة تتكرر على ألسن كثير من الناس. لو قال الله سبحانه وتعالى رزقكم في السماء وما توعدون، هذا لا يمنع أن يكون رزقنا أيضا عند فلان أو علان، بالإضافة إلى رزقنا عند الله. لكن انظروا إلى دقة اللغة العربية وجمالها. قد تناسبها الجملة بالتخصيص، قالوا وفي السماء رزقكم، فقط في السماء، لا عند فلان ولا عند الله ولا عند أي قوة مهما بلغ سلطانها. هذا المعنى الأول لهذه الآية. أما المعنى الثاني المكمل لهذا المعنى أن هذا الرزق بعيد المنال عن أي قوة مهما بلغت أن تعبث برزقك تمنحك أو تمنعك.